السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وبدل ما اطول عليكم ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بأحلى لايك وكومنت محفز. ويلا بينا. من نفسك يا سيدي. وبنروح بعد كده عند الأكاديمية في غرفة الاجتماعات، وبيكون في حجر سحري بيطلع كذا بوابة، والعميد بيكون قدامه وبيقول واحد من البوابات: أيها العميد، في طفرة ظهرت مؤخرا في الأكاديمية، وسرعة تطوره ذهلت كل الموجودين لدرجة اللي هي وصلت للعائلة إمبراطورية. أيوة، بس أنا برضه عايز أقدم طلب للأكاديمية اللي هم برضه يشوفوا في موضوع زيون، عشان برضه قوته كويسة جدا، وعشان كده عايز ان انا ازود شيخين يكونوا مسؤولين عن التقييم السنوي للاختبارات بتاع السنة دي للأكاديمية الداخلية. ده زائد اللي أنا محتاجهم جدا عشان أحكم على كفاءات في الأكاديمية، لأن في كفاءات السنة دي كويسة جدا، خصوصا الولد اللي اسمه شياو. ده زائد اللي هو بيتدرب عند واحد من الشيوخ. وفي شيخ تاني بيقول بس احنا مش عارفين القوة كلها اللي عنده دي هي هتبقى نعمة لينا ولا نقمة. وفي واحد تاني بيقول أيوة، بس أنا ممكن لا تعبه جدا بفضل المهارة بتاعتي وساعتها نتحكم فيه. ففي واحد بيقول أيوة، بس انتوا لازم تكونوا عارفين ان شوكر اللي هو يشارك في اختبارات الأكاديمية بتاعت الأكاديمية الداخلية السنة دي. أيوة، ده زائد إن الشيخ اللي بيدربه عنده قوة وخبرة كبار جدا، والشيو حاليا ما بيشكلش أي تهديد لينا، فمش لازم إن احنا نقلق من ناحيته. إنما القصة مش في الشيو نفسه، القصة في جده. جده عنده قوة قتالية كبيرة جدا، بس برضه هو ما بيشكلش تهديد للأكاديمية، فمش لازم إن احنا نقلق على الأقل حاليا بشأنه. ففي شيخ بيقول خلاص كده احنا فهمنا هنعمل إيه. العميد عنده أي أسئلة تانية؟ أيوة، أنا كان عندي سؤال. هو كان في كام واحد السنة دي مقارن اللي هم يشاركوا في الاختبارات؟ في عدد كبير جدا من المواهب السنة دي، ففي حوالي 300 طالب. 300 طالب ده كويس جدا. وبيعدي شهرين وبنشوف بعد كده الشياو وهو بيقول أنا جيت هنا علشان أعمل إنجاز، وبيقول في نفسه أنا أصلا كنت هنسى ميعاد الاختبار بتاع الأكاديمية، وأنا أصلا بقالي شهرين ما بعملش حاجة إلا إن أنا بتدرب عليه عشان أقدر إن أنا أفوز فيه. والمعلم بيقول له بطاقة اليشم اللي معاك دي تقدر اللي انت تسجل فيها كل بياناتك الشخصية، وتقدر اللي انت تستخدمها لو عايز اللي انت تسجل في اي فرقة. فالشياو بيستغرب ويقول فرق؟ فالمعلم بيقول له هو انت مش عارف ان تقييم الأكاديمية السنة دي بقى بيسمح ان انتوا تكونوا فرق مع بعض؟ انت تقدر اللي انت تعمل مجموعة باختيارك مع اصحابك اللي انت عاوزهم، ولو انت شايف اللي انت قوي جدا ومش محتاج مجموعة، فممكن الشيوخ والمعلمين هم اللي يحطوك بإرادتهم في اي مجموعة طالما انت قوي. والشياو ساعتها بياخد باله من تجمع الطلاب، وبيقول في طلاب كتير متجمعين هناك عمالين بيبصوا على حاجة، والطلاب كلهم بيكونوا متجمعين حوالين مكان واحد وبيقولوا يلا بسرعة احنا محتاجين واحد قوي على الأقل يكون في عالم اليانج علشان ينضم لنا. والشياو بيجي وبيقول في نفسه انا فعلا مستغرب ان في عدد كبير من الناس مشاركين في تقييم السنه دي، بس انا مش متوقع دلوقتي ان انا الاقي حد يرضى اللي هو يتعاون معايا. ما اعتقدش ان يون ممكن اللي هي تساعدني، انا اصلا ما قابلتهاش الا مره واحده. وبيشوف الاستمرار اللي قدامه وبيقول انا لازم دلوقتي اللي انا انضم الفريق، يا اما اشكل فريق بسرعه. ممكن تكون يون كويسه، انما انا مش عارف هي فين ومش لاقي اسمها دلوقتي على اللوحه. ففي واحد من ورا بيقول واضح ان الفريق بيكتمل اول ما يكمل 5 اشخاص. فالشباب بيقول واضح ان انا ممكن اقدم على 7 فرق في نفس الوقت. ففي واحد بيقول له ايوه انت فعلا ممكن اللي انت تعمل كده، انما اول ما في فريق واحد يكتمل في اسمك هيتشال من بقيه الفرق في نفس اللحظه. وهو بيمشي والشيو بيقول في نفسه يا عم غربة وموت احبطتني على الفاضي. انا واضح ان انا فعلا ممكن احتاج للناس في عالم اليانج، صعب ان انا افوز لوحدي. لسه في 5 ايام قبل بدايه المسابقه، وانا لازم ان انا ابدا اجمع فيهم طاقه وفرقه. وفجاه بيلاقي حد بيقول له انا كنت خايف لما اشوفكش هنا، وعلشان كده اول ما لقيت اسمك انضميت ليك على طول. وده بيكون يانغ. يانغ ده انت لسه عايش؟ احنا فعلا ما تبناش بقالنا فترة طويلة من ساعة المهمة اللي فاتت، بس احنا عددنا لسه مش كفاية. فبيجي ساعتها ديو بيقول انا اول ما شفتك يا شاو بدأت اللي انت تشكل فريق، خرجت على طول من فريق اللي فات علشان اجي وانضم لك. ده انا برضو ما شفتكش بالي اكتر من شهرين، واضح ان انت فعلا قوتك زادت. ويانغ بيقول انت لسه لحد دلوقتي في الطبقة العاشرة من عالم التشي، بس انت لحد دلوقتي اكتر رعب من اي وقت شفتك فيه، وباين ان قوتك زادت جدا. ودي
وبيقول الولد ده قوته كبيرة جدا، هو عامل اللي هو مجرد قطة بس هو في الحقيقة عبارة عن نمر وعمال بيشتغل كل الناس. فالشيو بيقول انا ما بضحكش على حد ولا بكذب على حد، وبيقول لسه برضه احنا لحد دلوقتي 3، احنا لسه ناقصنا 2 عشان نقدر ان احنا نعمل فريق. ودي بيقول مش مشكلة، انا عندي على العموم كتير من اصحاب، هروح بسرعة واجيب كده 2 من السوبر ماركت. وبيجري علشان يجيبهم، وبيجي واحد وهو بيجري وبيقول شياو هو انا ممكن ان انا انضم لفريقك؟ والشياو بيفرح اول ما بيشوفه بيقول ليو، وينغ اول ما بيشوفه بيقول هو مش ده افضل طالب موجود في الفصل الثالث؟ والشياو بيقول له اكيد تقدر ان انت تنضم لنا، واحنا لحد دلوقتي كان ناقص لنا 1، انما بقوتنا احنا ال4 بس، فاحنا ممكن نكون اقوى فريق موجود ونوصل للقمه بسهوله. ودي بيجي وبيكون جاي جري، وينغ بيقول خلينا دلوقتي اللي احنا نشوف دي عمل ايه. ودي بيقول معلش بس هم ما طلعوش صحاب كويسين وما رضوش يصدقوا ان الشياو اقوى مني. وينغ والشياو بيقولوا في نفس النفس احنا مصدقينك. والشياو بيقول طب بالمناسبه في اي حد فيكم يعرف ايه اللي هيحصل في تقييم السنه دي والاختبار هيكون عباره عن ايه؟ فينغ بيقول له لا، ودي بيقول له هو المفروض ان التقييم بس اللي احنا نخلص المهمه بسرعه. وينغ بيقول واضح ان في حاجات كتير المفروض اللي احنا نعرفها، ده زائد ان التقييم بيتغير كل سنه ومعدل الصوت بيكون عالي جدا، فعشان كده اللي هم يخلونا السنه دي نشكل فرق، فدي هتكون حاجه كويسه جدا لينا. كل ما كان الفريق اقوى كل ما زادت فرصه اللي احنا نتخرج وننجح بسهوله. ده زائد ان المفروض اول 10 بياخدوا جوائز اضافيه وبيروحوا لتقييم الجيل السابع. ودي بيتحمس وبيقول احنا اول ما نكون طلاب داخليين هيكون فاضل لنا خطوه واحده ونوصل للسما. فينغ بيقول بالراحه احنا لسه فاضل لنا حبه وقت عقبال ما نقدر ان احنا نوصل لطلاب الجيل السابع، الموضوع مش سهل خالص. والشو بيقول له الموضوع بدري قوي اللي احنا نتكلم دلوقتي في حاجات زي كده، لسه فاضل لحد دلوقتي 5 ايام على التقييم، كل دلوقتي يرجع للبيت ويرجع يتدرب علشان نحاول ان احنا نزود من قوتنا شويه قبل ما يجي ميعاد الاختبار، عشان لازم ان احنا نخش واحنا بكامل قوتنا. وينغ بيقول تمام قوي، بعد 5 ايام هنتقابل هنا. وفي فجأة صوت بيطلع من نص الناس وبيقول شياو هو ده انت؟ وشياو بيقول له ايوه هو انت مين؟ فبيطلع ولد وبيقول انا دلوقتي عرفت ان يون مفتونة بيك. والولد ده بيكون اسمه زيون، وبيقول وده خلاني متعصب جدا. وكل الناس بتقول ده ظهر دلوقتي ده الولد اللي بيحب يون. ودي بيروح وبيقول له تعال انا دلوقتي هحاول ان انا اخبيك واحميك، انت المفروض ان انت تفرح، انت بقيت مشهور وكل الاكاديميه بقت عاوزه اللي هي تقتلك. والشاو بيقول هي بقت عدو الاكاديميه، وكل الاكاديميه بتكون عماله اللي هي بتشتمه. وينغ بيقول واضح ان دلوقتي بقى عندنا فعلا مشكله كبيره. وزو بيقرب منه وبيقول له انا زو العبقر اللي قدر اللي هو يجمع اللي تشيف سن ال 14، والنهارده انا جبت كل اعضاء فريق علشان اطلب منك النصيحه. وفي حد بيزق ولد وبيقول له ابعد ما تقفش في طريقي، وبيكون ماسك شومه كبيره وبيكون عملاق، والناس بتقول ده ملقب بالمدمر، وبيتقال اللي هو الاول في الصف السابع. وبيجي واحد او واحده تانية بتقوم زقاه وبتقول ابعد عني بلاش اللي انت تحجب الرؤيه. والولد بيقول هو في ايه وليه كله جاي عليا؟ والكائن ده بيكون اسمه سونغ، فاحنا هنمشيها اللي هي بنت. وبيظهر التالت وبيقول انا اسمي لوان، والناس بتقول هو ده فريق زو، وبيكون باين عليه فعلا اللي هو قوي جدا. والمدمر بيقول هو ال4 دول هم اللي مرشحين يكونوا اعدائنا، دول عاملين زي مجموعة صغيرة من الفراخ ممكن اللي احنا ناكلهم. والبنت بتقول انا عايزة الولد الجذاب اللي هناك ده. والشياو بيقول هو انت جايب كل دول بس علشان تاخد نصيحة؟ انا رأيي اللي احنا نمشي دلوقتي علشان لازم اللي احنا ندرب للاختبار بتاعنا ومش فاضيين للكلام ده، ونبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. وهو بيبدأ ان هو يستخدم سحر الرياح وبيقول لا انت فهمتني غلط، انا مش بخيرك انت موافق تدينا النصيحة ولا لا، انت طالما خلاص وقفت هنا فمش هتقدر اللي انت تمشي، انت فاكر دخول الحمام زي يخرجوا؟ انت هتندم على اللي بتعمله ده. والعملاق ده بيهجم عليهم وبيقول لهم انتوا لو مش عايزين اللي انتوا تموتوا فلازم اللي انتوا تهربوا من هنا بسرعة. ودي بيقول احنا هنا هنكون اقوى الفرق اللي موجودة، اوعى اللي انت تستعين بينا وانت بتتكلم معانا. والفرقتين بيكونوا جاهزين علشان يهجموا على بعض، والشياو وزو الاتنين بيكونوا واقفين وبيبصوا لبعض وفي عاصفة ما بينهم. وزيو بيقول لو عايز اللي انت تموت اعملها. وزيو بعد كده بيقول ابدأوا بالهجوم انا هشيل المسؤولية كلها ابيدوهم. وعلى طول كلهم بيقولوا انتوا سمعتوا الامر اللي احنا اخدناه، اللي مش عايز اللي هو يموت يهرب فورا. وفرقة شباب بتقول ان هنعيش او نموت، القتال ده هو اللي هيحدد، فتعال عشان نعرف مين اللي هيموت. طب خليني بقى اشوف هتقدر تصد ضربتي ولا لا يا صغير. فدي على طول بيستخدم مهارته وبيقول انت فعلا جسمك كبير بس ما عندكش عقل. وهما الاتنين بيهاجموا على بعض وساعتها بيحصل انفجار ما بينهم والاتنين بيبعدوا عن بعض. ودي بيقول انا ما توقعتش ان الواد ده هيكون عنده سمة الرعد، انا ايدي
الكاية كلها اتخدرت، وهو تاني بيهاجم عليه وبيقول له اركع قدام احسن لك. ودي بيتعصب ويقول له انت دلوقتي عصبتني وانا هختبر دلوقتي عضلاتك دي للزينة ولا موجودة فعلا. وبيستخدم مهارة التعبان وبيقول ده دوري انا اللي في هجوم، وبيغلف جسمه كله بالطاقة بتاعته او للدقة للحراشف بتاعته، وبيبدأوا اللي هما يهاجموا على بعض. وفي الناحية التانية يانغ بيكون بيقاتل البنت دي، والبنت بتقول له انت ولد وحش عاوز ان انت تبوظ منظري الجميل، انت فعلا ما عندكش اي احساس بالرجولة، ما تعرفش ان انت تظهر شوية شفقة لبنت جميلة زيي. انا على فكرة ساكت بقالي كتير من الصبح، اموت واعرف الجمال ده فين. وهي بتهجم عليه بسيفها وهو بيستخدم الفرشة بتاعته وبيقدر اللي هو يصد هجومها. انا هوريكي دلوقتي الرجولة وهقاتلك بجد، وريني هتقدر اللي انت تعمل ايه. والاتنين بيقعدوا يبصوا لبعض في تحدي، وبعد كده بيهجموا على بعض. وليو بيكون بيقاتل مصارع السومو ده، والسومو بيقول موت ايها الدجاجة في احلامك يا سمين. وعندي شياو وزهول الاتنين بيكونوا قاعدين بيبصوا لبعض، ومحدش فيهم بيكون لسه اتحرك، والناس ورا هتقتل بعض، ما تتحركوا يا ولاد. وتقريبا دخلوا مع بعض تحدي مين هيرمش الاول. وزيو بيقول ايه، هو انت خايف لدرجه ان انت مش قادر ان انت تتحرك واتجمدت في مكانك؟ على فكره انت لو ما اتحركتش فكل فرقتك هتموت. لا ما تخافش هم مش هيموتوا، اللي انت واثق فيهم كده. احسن لك اللي انت تقلق على نفسك دلوقتي، انت واثق جدا من نفسك. احسن لك اللي انت تخرج روحك القتاليه عشان الكل يقدر اللي هو يشوفها. صحيح انت في عالم اللي تشيء اخرك اللي انت مجرد زباله وما عندكش لسه روح قتاليه. بغض النظر عن مدى قوه الروح القتاليه، وحتى لو كانت روحك القتاليه في اقوى المناصب، بس هي مش قادره اللي هي تعالج غبائك. واضح اللي انت فعلا بتدور على موتك. وساعتها اخيرا بيتحرك وبيقول النهارده هيكون يوم موتك، وبيهاجم على الشاو. بيخرج من حواليه سيل غريب، والشاو بيقول في نفسه ده سم، لا ده سم خطير جدا. وبينط وبيبدا اللي هو يتفاداه. انت عايز ان انت تهرب متاخر قوي، مش مهم قد ايه انت سريع، مش هتقدر ان انت ابدا تهرب من السم بتاعي. وبينط وبيستخدم مهاره مطرقه الروح. انا دلوقتي عاوزك ان انت تدوق طعم موتك على ايد روحك القتاليه. وبينزل عليه بشاكوش عملاق، وعلى طول الشاو بيستخدم مهاره كف ينج التاسع، وعلى طول بيخرج العنقاء بتاعته علشان يصد بيها المطرقه، وبيقدر اللي هو يضرب زيون ويرجعه لورا. والشاو بيقول في نفسه انا حظي كويس ان مهاره كف ينج التاسع قدرت اللي هي تبعد السم عني بسبب الحراره بتاعتها. وزيون بيقول هو قدر اللي هو يبعد السم عن طريق الحراره. والناس اللي بتكون عماله بتتفرج بتقول ازاي الطفل ده قدر اللي هو يصد الهجمه بتاعه زيون، ده في عالم التشي وزيون في عالم الين. الموضوع غريب جدا، هو فعلا شاو ده قوي جدا، ده المفروض ان زيون يكسب بضربه واحده. وزيو بيبدا اللي هو يتعصب من كلامهم وبيهجم عليه وهو متعصب، وبيقول النهارده عائله زيون قررت ان انت هتموت على ايدي وانا هنفذ الحكم حالا. وبيستخدم مهارة المطرقة تاني، انما المرة دي اقوى بكتير جدا، وبيهاجم بيها على شاو. والشاو بيقول في نفسه واضح اللي هو دلوقتي بدأ اللي هو يقاتل بجدية، وبيستخدم هجوم ناري، وبيقول انا دلوقتي برضه اقاتل بجد. وبيولع المكان كله، وبيطلع تنين النار بتاعه وبيخليه يهاجم على زيون، وبيكسر على دماغه المطرقة اللي كانت في ايده. والشاو بيقول له انا لسه ما خلصتش، وبيبدأ اللي هو يحضر هجوم تاني، وبيعمل هجمتين ناريتين كمان بيبعتهم عليه، والاتنين بيجوا فيه، وهو بيكون عمال بيتألم وبيطير في الهواء، وبيكون اتصاب بحروق شديدة. انما عمك وعم عيالك شياو ما بيرحمش، وبيجهز هجمتين ناريتين كمان، وبيقول له خد دول بقى مني. وزيون بيقول انا ما كنتش عامل على حسابي كامل الولد ده. والشياو بيهاجموا بيهم، وبيقعد يقول حار حار قوي ده بيحرق، وبيكون واقع في الارض وعمال بيتألم بسبب النار بتاعة شياو. والبنت بتقول لا القائد، ومسارع السومو والعملاق برضو بياخدوا بالهم، وكل الناس بتشوف اللي حصل، وكلهم بيكونوا في حالة صدمة، وبيقولوا هو ايه اللي حصل ده؟ ازاي شياو قادر اللي هو يهزم زيو؟ ده واحد في عالم التشي قادر اللي هو يهزم واحد في عالم اليانج، دي حاجة مستحيلة، المفروض اصلا ان ما يكونش فيها مقارنة ما بينهم. وساعتها دين ما بيسمش وبيضرب اللي قدامه، وبيقول له اعتقد اللي انت دلوقتي عرفت قد ايه شياو ده قوي، انت ازاي بقى تتجرأ وتهين القائد بتاعنا وتتهم اللي هو ضعيف؟ وزيون بيبدأ اللي هو يمسح الدم من على بقه، وبيبدأ اللي هو يضحك وهو في الارض وبيدخن من كل حتة، وانا اصلا بكون شميت ريحة خلاص الستيك المشوي من عندي. وبيقول فعلا شاو انت عندك قوة كبيرة. الموضوع ده فعلا بيوجع قوي لحد دلوقتي.
انما لسوء الحظ انت مش هتنتصر النهارده، علشان النصر ده هيكون ليا. وساعتها بيخرج كميه عملاقه من السم، وكل الناس بيبداوا اللي هم يجروا ويقولوا خلونا اللي احنا نهرب بسرعه، زيون خلاص اتجنن وعمال بيقاتل في مكان فيه ناس كتار، ده ممكن اللي هو يقتلنا كلنا عن طريق الغلط. وساعتها بيجي دي وبيقول هو شياو قادر اللي هو يقاتل واحد في منتصف عالم اليانج، وزيو بيكون باين خلاص اللي هو اتجنن وبيقول ها 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 انا عارف قد ايه خلاص قوتي ارتفعت، وعشان كده للاسف انت هتموت النهارده. وشياو بيبدا اللي هو يقلق وبيقول ده بقى اقوى بكتير دلوقتي، وعلى طول بيستخدم هجمه ناريه قويه على زيون وبيقول له مش هتقتلني، انما زيون بيقول انت هتموت، وشبه بيتحول لشيطان وبيغرق كميه عملاقه من السم بتاعه. وساعتها التنين ده ما بيقدرش اللي هو يعمل قدامها اي حاجه، والشو بيقول في نفسه كده الوضع وحش جدا، ويا دوب بيكون قادر اللي هو يحمي نفسه من السم بالنار بتاعته. وبيقول في نفسه الكف التالت مش كفايه حتى اللي انا اقدر اصد السم ده، انا لازم اللي انا استخدم الكف الرابع. وبيبدا اللي هو يصرخ، وزيرو بيقول هو انت ليه لسه عمال بتقاوم، ما تموت بقى. وبيقوي جدا الهجوم عليه، انت مجرد زباله وعمال بتقاومني، اياك اللي انت تفكر اللي انت تقدر اللي انت تلمس حاجه تخصني وتفضل بعدها عايش، انت لازم تموت النهارده. وشيو بيكون في وضع وحش جدا وبيقول انا حتى بالكف الرابع مش قادر ان انا اصد الهجوم ده، واضح لا مش هيكون عندي خيار الا ان انا استخدم التنين الازرق. وبيقول حتى لو اتاذيت فده هيكون احسن لي من اللي انا اموت دلوقتي. وبيبدا اللي هو يحضر شويه قوه في ايده لدرجه اللي هي بتنزف، وبيكون لسه هيهاجم، انما ساعتها تحصل حاجه محدش كان متوقعها، وفي هجمه سريعه بتيجي وبتعدي بسرعه خاطفه من قدام شيو. بيقول هو ايه ده، والسم كله بيختفي، وبيقول هو مين اللي عمل ده. وفي ساعتها طاقه كبيره بتيجي وبتغطي المكان كله، وزيو بيقول هو ده وبيكون مصدوم، والطاقه اللي بتظهر بتكون كبيره جدا. ويو بيقول بشكل غير متوقع كل الهجمات فجاه اختفت في لحظه واحده، هي جت علشان تساعده واتدخلت في اللحظه الاخيره قبل ما شيو يموت. وزيون بيكون واقع على الارض وهو عمال بينزف، وبتكون اللي عملت كل ده بتكون يون، وبتقول شيا وعدى وقت كتير من اخر مره احنا شفنا بعض فيها. ودي بيكون مصدوم وبيقول دي قويه جدا، دي قدرت اللي هي تهزم زيو بحركه واحده. واليو بيقول دي فعلا قويه جدا، دي مش هزمت زيو بس، دي هزمت الاربعه اللي احنا كنا بنقاتلهم في لحظه واحده. وينغ بيقول فعلا قوتها غير متوقعه. وشو بيقول في نفسه هو ايه اللي جابها لهنا. وزيو بيبدا اللي هو يقوم ويحاول اللي هو يقوم، وبيقول ليه فهي بتقول هو غير سبب، بس علشان قتال ممنوع جوه الاكاديميه فحبيت اللي انا اوقفه. وهو بيقعد يرجع دم من بقه وبيقع تاني. ويون بتقول شياو انت تعالى ورايا، عندي حاجه عاوزه اللي انا اقولها لك واسالك عليها. وشياو بيكون مصدوم وبيقول انا. والشياو بيبص لفرقته وبيقول بسرعه يا اصحابي روحوا انتوا اللي بيتكم وابداوا اللي انتوا تتمرنوا وتتعالجوا من الاصابات دي علشان نتقابل هنا تاني بعد 5 ايام. وينغ بيقول له تمام هنشوفك هنا بعد 5 ايام. وكل الاولاد اللي بيكونوا موجودين بيكونوا مصدومين وبيقولوا هو انت عادي كده هتروح مع يون، هو انت فاكر اصلا نفسك مين؟ فبيجي ينغ وبيقول ما حدش ليه دعوه، هي تروح مع اللي هي عايزاه. وهو بيقول في نفسه هي في لحظه واحده قدرت اللي هي تعمل هجمه هزمت بيها 4، حتى زيرو اللي في منتصف مرحله اليانج ما قدرش اللي هو يقومها اللحظه. واضح يا شاو ان انا لازم اهتم بموضوعك بنفسي. وبيروح للساحه الخلفيه اللي في الاكاديميه وبيقف والشاو بيقول هو انت ايه اللي خلاكي تجيبيني هنا؟ ايه هو انت معجبه بيا ولا ايه؟ فعشان كده جايباني المكان شاعري زي ده. وهي بتلف له وهي مكسوفه وشها احمر وبتقول له لا طبعا الموضوع مش كده، وما تسالنيش انا جبتك لهنا ليه، وانت مش بتهتم بحياتك؟ وشياو بيبدا اللي هو يسب ليون ويقول لها انت فعلا لطيفه قوي معايا، وده اللي خلاني احس ان انت معجبه بيا. ما احنا اظبط، انا جبتك لهنا بس علشان اسالك على حاجه واحده، انت دلوقتي بتعمل ازاي بالمهاره اللي انا اديتها لك؟ بقيت احسن ولا لا؟ وقدرت اللي انت تتقنها ولا لسه؟ انت فعلا غامضه جدا يا يون، مش بس قادر اللي انت تفهمي في الارواح القتاليه وقوتك الكبيره، انت فعلا قويه. ماشي يبقى ده بقى اعظم شرف في حياتك اللي انت قابلتني. هو انت هتمشي دلوقتي؟ ايوه صحيح، انا كان عندي سؤال مهم، هو انت فعلا جدك زهاو وهو فعلا جدك؟ ايوه بس ليه؟ خلي الاجابه هي اللي هتجيلك لوحدها في المستقبل. وهي بتبدا ليه تفتكر حاجات وبتقول انا لازم لا اتاكد من موضوعه كويس جدا واعرف الحقيقه فين، عايز اللي انا اعرف اصله كان مين ومين كانوا اهله. هو حاليا ضعيف جدا وانا لازم اللي انا اساعده حاليا قبل ما المشكله اللي هو فيها دي تكبر واحنا ما بنكونش فاهمين حاجه من اللي اتقال. وبعد كده الشياو بيروح عند جبل الالهه، استغفر الله العظيم يا رب، والشياو
بيوصل وبيقف على صخرة في نص النهر، وبيقول التقنية اللي أنا بستخدمها دلوقتي قوية جدا، وخصوصا وانا بستخدمها وانا في مية الجبل دي. ده اخدت يوم بقى واحد بس مني علشان تتشفي كل جروحي من المعركة دي. انا ممكن اللي انا اسيب الاحجار القيمة دي هنا كمركز ليها. على كلام الشيخ فالمفروض المنطقة دي لمدة 10 كيلو مفيش اي حد يقدر اللي هو يوصل لهنا، وفي عدد قليل جدا من الناس هم اللي يقدروا يوصلوا لهنا، لان المنطقة دي محرمة تماما. لازم اللي ما اقلقش من الضربات بتاع التكثيف اللي اللي هتحصل طالما مكان من حواليا فاضي. وبياخد حباية وبيبدأ اللي هو يستخدم طاقته، وبيقدر اللي هو يفجر صخرة بإيده، وبيقول أنا دلوقتي قدرت اللي أنا أوصل للجسم الذهبي، بس ده لسه مش كفاية، أنا عاوز كمان. وبيرجع اللي هو يتأمل، وبيبدأ اللي هو يخترق أخيرا لعالم الينج، وبيستخدم النار الروحية بتاعته. بيقول طالما النار الروحية قادر اللي هي تتجمع في طاقتي الداخلية، وبعد كده قادر اللي هي تندمج مع جسمي، فهقدر اللي أنا أنجح في الاختبار ده أكيد. وفجأة بيفتح عينه وبيقول هو انا دلوقتي بقيت فين، وبيقول انا لازم اركز على الروح القتالية. انما فجأة بيبدأ ان حاجات غريبة تحصل، وبيقول له هو ايه اللي بيحصل ده، وبيقول الموضوع ده عامل كأني رحت لعالم تاني، بس انا اكيد مرحتش لعالم تاني. وبيكون فجأة واقف في نص عاصفة، وبعد كده بيقف في نص مقابر كتيرة قوي، وفجأة بتبدأ الارض من تحته اللي هي تتشقق وتتكسر، والشاب بيكون مستغرب قوي، بيقول هو ايه اللي بيحصل ده. وفي سيوف كتيرة جدا بتبدأ اللي هي تظهر في كل حتة، وبيقول انا حاسس بضغط كبير جدا موجود على دماغي، انا حاسس ليا كده هتنفجر، السيوف دي عماله اللي هي بتندمج مع جسمي، انا مش قادر اللي أنا استحمل. وكلها بتبدا اللي هي تروح على دماغه، وهو بيقول انا مش قادر اللي أنا استحمل الضغط ده، لا ده صعب جدا. كلهم على طول بيبداوا اللي هم يخشوا على راسه في منطقه واحده، وهو بيقول في نفسه مع كميه الطاقه اللي داخله لي مره واحده دي بسبب السيوف، فانا اكيد دماغي هتنفجر دلوقتي. وكل السيوف بتكون داخله له بسرعه رهيبه، وفجاه بيظهر وحش مكانه، وبيكون هو كمان عمال بيتعذب بسبب ضغط سيوف، وعلى طول بينط وبيبدأ اللي هو يحمي نفسه من كل حاجة، وفجأة كل حاجة بترجع لطبيعتها. والشيوخ ودي للاسف كانت نهايه الفيديو بتاعنا، فما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم الفيديو جديد اول ما ينزل، اللي هو هيكون بكره ان شاء الله طبعا. وتدعمونا باحلى لايك وكومنت محفز عشان تساعدونا في اللي احنا نكمل تنزيل. وصلوا على النبي. وكان معاكم ميدو احمد، سلام.